من كام يوم حصلت مكالمة هزت العالم كله. رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، وعلى الناحية التانية دونالد ترامب. ترامب بيطلب صراحة من الرئيس الفنزويلي مادورو إن هو يسيب فنزويلا ويسلم نفسه لأمريكا. طبعا نيكولاس مادورو رفض العرض ده رفض نهائي. عمرك سألت نفسك إيه اللي يخلي رئيس دولة يطلب من رئيس دولة تاني إن هو يسيب بلده ويسلم نفسه لحكومة دولة أجنبية؟ الإجابة هنا مرعبة جدا. قصة مادورو هي قصة الفخ الكامل. مارس من 2020 اتهمته أمريكا بإرهاب المخدرات. قالت إنه عمل شراكة رسمية مع منظمة فك الإرهابية علشان يغرق أمريكا بالكوكايين. في أغسطس 2020 ترامب ضاعف المكافأة على رأس مادورو ب$50 مليون. الوضع الحالي لمادورو إن هو محاصر وفضل قاعد جوه فنزويلا. الضغوط الأمريكية عليه هتزيد أوي. لو قرر إن هو يسيب فنزويلا ويهرب هيواجه خطر الاعتقال والتسليم لأمريكا. بمعنى أصح مفيش مخرج آمن لمادورو. مادورو ما هوش أول واحد يقع في الفخ ده. علشان نفهم القصة لازم نرجع بالزمن لورا شوية، نشوف أمريكا إزاي بنت سلطتها العابرة للحدود بالشكل ده. خلينا كده في البداية أسألك سؤال: إزاي أمريكا تقدر تحاكم رئيس دولة أجنبية تانية؟ الإجابة على السؤال ده بتتلخص في حاجة اسمها الاختصاص القضائي الأمريكي. ببساطة أمريكا بتقول إنها تقدر تحاكم أي شخص في العالم مهما كانت سلطته لو عمل أي حاجة من النقط اللي أنا هحكي لك عليها دي. أول نقطة وهو لو استخدم النظام المالي الأمريكي، يعني لو حول أي فلوس من جوه البنوك الأمريكية. تاني نقطة وهي استخدام الدولار الأمريكي حتى ولو كانت العمليات دي بره أمريكا. ثالث نقطة إن هو لو عمل جريمة ضد المصالح الأمريكية، زي مثلا إن هو ينصب على مستثمرين أمريكان. رابع نقطة وهي استخدام الإيميل أو التليفون الأمريكي، دي تهمة اسمها واير فراود أو الاحتيال الإلكتروني. يعني لو رئيس أي دولة في العالم عمل أي حاجة من الأربع نقط اللي ذكرتهم لك دول، مش شرط إن هو يكون رئيس دولة، حتى لو كان رئيس وزراء أو وزير أو مسؤول حكومي، زي ما هنعرف بعدين، أمريكا تقدر تحاكمه. وكده أمريكا بتقول له خد بالك أنت تحت طائلة القانون الأمريكي. السؤال هنا إزاي أمريكا بتقدر تنفذ الكلام ده؟ خليني هنا أقول لك إن أمريكا عندها أداتين أقوى من بعض. الأداة الأولى وهي الاعتقال والتسليم. أمريكا بتطلب من أي دولة في العالم إنها تقبض على الشخص ده وتسلمه ليها. لو الدولة دي حليفة لأمريكا فغالبا بتوافق على الطلب الأمريكي. أما عن الأداة التانية وهي أداة المكافآت الضخمة. زي ما حكيت لك من شوية إن ترامب رفع المكافأة على رأس مادورو ب$50 مليون. ده رقم ضخم جدا جدا جدا. أمريكا بترصد مبالغ ضخمة جدا علشان تقبض على الناس اللي هي بتستهدفهم. المثال ده حصل مع ناس تانية كتيرة. بالك إن الكلام دوت ما هوش كلام نظري، لا، الكلام ده حصل بالفعل. الحالة الأولى حصلت مع مانويل نوريجا سنة 1989. مانويل نوريجا وهو الحاكم الفعلي لبنما، كان حليف لأمريكا في الأول، لكن لما اتورط في تجارة المخدرات وبقى عبء على أمريكا هنا قررت إنها تتخلص منه. وفي ديسمبر سنة 89 أمريكا غزت بنما، عملية عسكرية سموها جاست كوز. نوريجا اتقبض عليه وتم نقله لأمريكا واتحاكم في ميامي، واتحكم عليه ب40 سنة سجن. الدرس هنا خد بالك إن الحليف ممكن يبقى عدو في لحظة واحدة. أما عن الحالة رقم 2 وهو خوان أورلاندو هرنانديز. هرنانديز كان رئيس هندوراس لحد يناير 22. بعد شهر واحد بس من تركه الرئاسة اتقبض عليه وتم تسليمه لأمريكا. التهمة هي تهريب المخدرات، وحاليا لسه موجود في السجون الأمريكية. الدرس اللي احنا ممكن نستفيده من قصة هرنانديز إن الحصانة بتنتهي بمجرد من إنك تسيب الكرسي. القصة دي بتقولك إن أمريكا لما بتحط حد في دماغها ما بتسيبوش. لينا مثال في صدام حسين الله يرحمه. بالك بقى كمان إن الموضوع ده مش متعلق بس بالرؤساء زي ما قلت لك في الأول، رؤساء الوزارات والوزارات والمسؤولين الحكوميين كمان. عندك مثلا وزير المالية الموزمبيقي مانويل تشانج، اتحكم عليه في يناير 25 ب8 سنين ونص سجن. تهمة إن هو حصل على $7 مليون في قضية فساد مشهورة جدا كانت قيمتها $2 مليار. وكمان ما نقدرش ننسى فضيحة الفيفا في سنة 2015، أكبر قضية فساد رياضي في التاريخ، اللي على إثرها أمريكا قبضت على عشرات المسؤولين من فيفا من مختلف دول العالم. التهمة كانت $150 مليون رشاوي. النتيجة كانت إن هم كلهم اتقبض عليهم واتحاكموا واتسجنوا في أمريكا. السياق اللي أنا حكيت لك عنه ده كان في سياق مخدرات، فساد، رشوة، غسيل أموال. أضيف لك واحدة كمان من عندي، أو حد ما هوش على مزاج أمريكا.
هنا خلينا ننتقل لجزئية تانية، هو إيه التحليل السياسي لكل الكلام اللي حصل ده؟ رقم واحد وهو هيمنة الدولار والنظام الأمريكي على العالم. أمريكا بتستخدم قوتها الاقتصادية كأداة سياسية. أي دولة أو شخص عاوز يتعامل مع النظام العالمي لازم يستخدم الدولار، وده اللي بيدي لأمريكا الهيمنة والقوة، وده بيدي أمريكا سلطة غير طبيعية على العالم كله. رقم اتنين وهي ازدواجية المعايير. أمريكا بتعمل كده مع الأعداء أو المحتمل إن هم يكونوا أعداء، أو زي ما قلنا لما يكون حد ما هوش على مزاج أمريكا، لكنها طبعا بتتغاضى عن الحلفاء. بالك لما حكيت لك من شوية إن نوريجا كان حليف لأمريكا، لكن أول ما تخطى الحدود اللي مرسومة له وبقى عبء على أمريكا تخلصوا منه فورا. وهنا ده يودينا لحاجة مهمة جدا، وهو إن التحالف مع أمريكا مش حصانة نهائية. أما بقى عن النقطة رقم 3 وهي تآكل السيادة. عالمنا المترابط ده فكرة السيادة الوطنية المطلقة بقت عبارة عن وهم. أي دولة مهما كانت قوتها في لحظة ممكن تلاقي نفسها تحت طائلة القانون الأمريكي، سواء الدولة أو اللي بيحكم الدولة. قصة مادورو والرؤساء والمسؤولين الحكوميين السابقين اللي اتسجنوا في أمريكا بتقول لنا حاجة مهمة جدا. بتقول لنا إن السلطة الأمريكية عابرة للحدود عن طريق النقطتين اللي احنا قلناهم، اللي كانت أهمها هي المكافآت المالية الضخمة اللي بترصدها عشان خاطر تقبض على حد هي عايزاه. رقم 2 إنه عالمنا المترابط ده مفيش فيه حاجة اسمها حصانة مطلقة. أي مسؤول في أي دولة في العالم مهما كان منصبه مهما كانت سلطاته وعلاقاته، هو بقى ارتكب جرائم فساد وتاجر في المخدرات أو ما جاش على هوا أمريكا زي ما قلنا، خليني هنا أسألك سؤال: هل تعتقد إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمريكا هتقبض عليه وهتسجنه هناك، ولا لك رأي تاني؟ الأيام اللي جاية هتكشف لنا الكثير جدا من الأحداث. عايز أسمع آرائكم، هل أمريكا تقدر إنها تحاكم رؤساء دول تانيين؟ قولنا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة. السلام عليكم.